وصفة اليوم من المطبخ الغربي. طبعا اليوم سويت لكم وصفتين بفيديو واحد، بيف ستراغانوف، تشيكن ستراغانوف، اللي يحبون التشيكن واللي يحبون البيف. هنا أنا عندي صدور دجاج قطعتها بشكل طولي وملحتها وخليت لها فلفل أسود، راح أحمسها إلى أن تستوي وتاخذ عندي اللون الأشقر. من تستوي عندي صدور الدجاج أشيلها وأخليها على جانب ثاني. طبعا هنا عندي جدر خليت بيه مي، راح انتظره الى ان يغلي، اضيف له ملح وراح اخلي له الخضار. طبعا هنا اول شي سلقت الجزر، راح اسلق الجزر لمدة دقيقتين، بعدين اضيف الشجر وايضا اسلقهم لمدة دقيقتين، وراها اصفيها من المي الحار. نفس المي اللي أنا سلقت بيه الجزر والشجر راح أسلق بيه البروكلي. طبعا البروكلي هنا أنا أيضا سلقته مدة دقيقتين مو أكثر، وأشيله أيضا وأصفي. أهم خطوة إنه بعد ما أشيل الخضروات أضيف لها مي بارد حتى تبقى محافظة على القوام مالتها، وأتركها على جانب ثاني. نفس الطاوة اللي حمسنا بيها الدجاج راح أضيف الفلفل البارد، أنا هنا عندي لونين راح أحمسهم، وراح أضيف لهم الفطر. طبعا اني الفطر مقطعته بهذا الشكل، راح احمسه الى ان شوية يذبل عندي ويصير بهذا اللون اللي اني اريده، اشيله على جانب ثاني. هنا حتى نسوي الصوص، فاني عندي طاوة شوية زيت خليت فصين ثوم برشتهم، من تطلع ريحتهم اضيف ملعقتين طحين واحمسه ويا الثوم، واضيف هنا لتر حليب. طبعا وهنا أنا راح أخوض الحليب ويا الطحين إلى أن يذبل عندي التكتلات مع الطحين كلها، بعدين أضيف فلفل أسود وملح ملعقة كوب. وراها أول شي أبدي أضيف الدجاج، من يغلي عندي الدجاج ويا الصوص أبدي أضيف الفطر والفلفل البارد، وأخلطهم مع بعض وأنتظرهم إلى أن يغلون. بعد ما تغلي عندي وينشف عندي شوية الصوص أزينها بالرشة شوية من المعدنوس، هي خطوة اختيارية تقدرون ما تخلون. هنا الخضروات اللي احنا سلقناها عندي جدر خليت شوية زبد وزيت، وراح أحمسهم أو أشوحهم إلى أن ياخذون عندي شوية لون. بعدين أضيف ملعقة أوريغانو، عندي ملعقة شاي فلفل أسود، ملعقة كوب ملح، وهنا الخضار مالتنا صارت جاهزة. يلا نسوي البيف ستراغانوف. طاوة زيت، وهنا قطع اللحم أنا قطعتها بشكل طولي، ملحتهم وفلفل أسود، راح أحمسهم. طبعا هنا قطع اللحم ما استوت عندي، وإنما فقط أخذت اللون الحمس، أشيلها على جانب ثاني. نفس الطاوة حضيف الفلفل البارد وراح أحمسه وأضيف له الفطر. من يذبل عندي الفطر وياخذ اللون اللي أريده أشيله على جانب ثاني، وأيضا راح آخر شي أسوي الصوص نفس الطريقة اللي سوينا بيها التشيكن ستراغانوف، نسوي بيها صوص البيف ستراغانوف. هنا أنا ضفت اللحم وراح أتركه على نار هادئة إلى أن ينشف عندي نص الصوص تقريبا ويستوي عندي اللحم. يلا أضيف الفطر والفلفل البارد، وآخر شي نرش معدنوس. هنا مرحلة التذوق، وبالعافية علينا وعليكم.